يا ريت لو ابنك او بنتك جابوا نتيجه وحشه في الثانويه العامه تحاول على قد ما تقدر ما تقساش قوي عليهم، او ان انت تفضل تقطمهم وتفضل ان انت تقول لهم كلام وحش يوجعهم، لان ده هيدمرهم اكتر. وفي ناس زي ما شفنا يعني ابتدت ان هي تنهي حياتها بسبب النتيجه الوحشه وبسبب لوم الاهالي والكلام ده كله. فحاول على قد ما تقدر ما تقساش على ابنك او بنتك قوي، قدر الله ما شاء فعل، اللي حصل حصل. حاول ان انت تقف جنب ابنك او بنتك، وحاول ان انت تدعمهم، وحاول ان انت تشجعهم ان هم يبقوا احسن ويبصوا على اللي جاي، ما يبصوش على اللي فات. وفي مليون حاجه يقدروا ينجحوا فيها حتى لو جابوا نتيجه وحشه في الثانويه العامه وما دخلوش الكليه اللي انت كأب او ام كان نفسكم ان هم يدخلوها، او هم كانوا نفسهم يدخلوها. يقدروا ينجحوا في مليون حاجه تانية. ودينا شفنا نماذج كتيره جدا داخل مصر زي محمد صلاح وناس كتيره جدا قدرت الحمد لله ان هي تنجح وتبقى من انجح الناس بدون يعني ما يبقوا يعني ناس فذه في التعليم او ناس جايبه اعلى النتائج. فحاول تقف جنب ابنك او بنتك في الوقت ده وتحاول تدعمهم، لان هم نفسيتهم اكيد برضو يعني مش كويسه، وكان نفسهم ان هم يعملوا حاجه ويجيبوا نتيجه كويسه. ما حدش بيتمنى ان هو يجيب نتيجه وحشه اكيد. فاقف جنبهم وادعمهم، وان شاء الله يعني اللي جاي يبقى احسن. سلام.